مهمة شاقة في زنجبار. الوداد يدخل أصعب أسبوع في موسمها. تخيلوا إخواني الكرام، الوداد الرياضي أحد أكبر الأندية الإفريقية وأكثرها صلابة يستعد لدخول مرحلة جديدة مليئة بالتحديات، مرحلة تختلف عن كل ما سبق، وتجمع بين السفر المرهق والمباريات القوية والضغط الجماهيري والاستعدادات المتواصلة. مرحلة يمكن أن نطلق عليها بحق المهمة الشاقة في زنجبار. شدوا التركيز إخواني الكرام، لأن ما ستسمعونه الآن هو سرد كامل لأحداث مثيرة متصارعة ومتداخلة، أحداث تكشف الوجه الحقيقي لفريق لا يعرف الاستسلام. ولا تنسوا دعم القناة بالاشتراك والضغط على زر الإعجاب، لأن استمراركم يعني استمرار هذا المحتوى المتجدد. فأولا، الرحلة التي تشبه اختبار الصمود، 15 ساعة من السفر نحو زنجبار. البداية كانت حين أعلن الوداد برنامجه لمباراة الثانية في دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام عزام التنزاني يوم 28 نوفمبر. لكن ما لا يعرفه الكثيرون هو أن الوصول إلى زنجبار ليس بالأمر البسيط. فالرحلة ستستغرق 15 ساعة كاملة من الطيران، مع توقف مرجحان في الدوحة قبل أن يستكمل الفريق طريقه نحو تنزانيا ثم جزيرة زنجبار. مصادر عديدة وصفت هذه الرحلة بأنها تحدي لوجستي كبير، وهو وصف دقيق، لأن الفريق سيقطع الآلاف الكيلومترات ويمر بتغيير كبير في المناخ والرطوبة والتوقيت وأجواء اللعب. رحلة طويلة ومرهقة تضع اللاعبين أمام اختبار حقيقي للتركيز والصبر. تخيلوا إخواني الكرام، تسافر ساعات طويلة، تصل يعني مرهقا، ثم عليك أن تستعيد قواك سريعا لتواجه مباراة مصيرية في قارة يعني تعرف بأن مباريات خارج الديار ليست مجرد كرة قدم، بل حرب تكتيكية ونفسية. هذه هي إفريقيا، وهذا هو الوداد الذي اعتاد خوض الصعاب. ثانيا، خبر صار، الوداد يستعد كل عناصره قبل مواجهة نيروبي. لكن قبل الدخول في أجواء السفر إلى تنزانيا، ظهرت أنباء مطمئنة للجمهور الودادي. فحسب تقارير إعلامية، الجهاز الفني يستعد جميع اللاعبين الغائبين استعدادا لمباراة نيروبي يونايتد. نعم، جميعهم لاعبون عادوا من الإصابة، وآخرون أنهوا برامجهم العلاجية أو البدنية، مما يعني أن الوداد قد يدخل هذه الفترة الحاسمة وهو مكتمل الصفوف لأول مرة منذ أسابيع. وهنا يطرح السؤال نفسه: هل سنرى الوداد الحقيقي؟ الوداد الذي يعرفه الجميع، فريق يهاجم، يضغط، ويقدم كرة قدم قوية تجعل الجمهور يصفق حتى في أصعب اللحظات. العلامات تشير إلى أننا مقبلون على ذلك. ثالثا، بلاغ رسمي، إدارة الوداد توضح موقف مباراة نيروبي. وسط توقعات الجمهور وتساؤلاته، أصدرت إدارة نادي الوداد بلاغا رسميا توضح فيه تفاصيل مباراة نيروبي يونايتد الكيني المقررة يوم 23 نوفمبر على ملعب العربي الزاولي. البلاغ كان ضروريا في هذا الوقت، خصوصا مع انتشار أخبار غير دقيقة حول التنظيم والجمهور وبعض التفاصيل اللوجستية. والإدارة أرادت أن تقول للجميع الأمور واضحة وكل شيء تحت السيطرة. هذا النوع من البلاغات يظهر أن النادي يدير المرحلة بوعي ويعرف قيمة التواصل مع الجماهير. رابعا، مدرب نيروبي، اعتراف قوي قبل المواجهة. في المقابل، خرج مدرب نيروبي يونايتد نيكولاس ميوتي بتصريح فاجأ الكثير من المتابعين، فقد قال بالحرف: الوداد هو أقوى خصم في المجموعة. هذا الاعتراف ليس سهلا. مدرب قبل المباراة ويعلن أن الوداد هو الأقوى، يعني أنه يدرك جيدا قيمة هذا الفريق وتاريخه وشخصيته على أرض الملعب. وأضاف أنه يستعد للمباراة بدقة كبيرة، وأن فريقه يدرس نقاط قوة الوداد وضعفه، لأنها مواجهة تتطلب تركيزا عاليا. لكن السؤال الذي يطرح الآن: هل يعرف هذا المدرب أن الوداد حين يواجه الضغط يتحول إلى فريق شرس؟
هل يعرف أن الوداد حين يشعر بأنه مستهدف يرد داخل الملعب فقط؟ سنكتشف ذلك قريبا. خامسا، من زنجبار إلى قطر رحلة جديدة بلا راحة. وما إن ينتهي الوداد من مهمته في تنزانيا حتى يبدأ تحديا آخر، فبحسب التقارير الرياضية سيغادر اللاعبون مباشرة من تنزانيا إلى قطر يوم 29 نوفمبر للمشاركة في بطولة العرب. تخيلوا أسبوعا واحدا فقط يضم مباراة قوية أمام نيروبي، ثم السفر الشاق نحو زنجبار، مباراة صعبة مع الزام، ثم رحلة جديدة صوب الدوحة، ثم الاستعداد للبطولة العربية الكبيرة. ضغط بدني، ضغط ذهني، وإيقاع مباريات متواصل بلا أي فرصة لالتقاط الأنفاس. لكن هذا هو الوداد، فريق اعتاد أن يلعب في 3 جبهات، فريق ولد ليكون بطلا وليتحمل ما لا يتحمله غيره. الخلاصة، الوداد يدخل أسبوعا حارقا. الأيام بين 23 و 29 نوفمبر ستكون واحدة من أصعب الفترات في موسم الوداد. سفر مرهق، مباريات قوية، منافسات متعددة، وتركيز مطلوب في كل لحظة. لكن إن كان هناك فريق قادر على تجاوز كل هذه الظروف فهو الوداد، وإن كان هناك جمهور يقف خلف فريقه في كل خطوة فهو الجمهور الودادي العظيم. السلام عليكم إخواني الوداديين، ومرة أخرى مرحبا بكم في هذه القناة، خصوصا في خاتمة هذا الفيديو. إخواني الكرام، بغيت نوصلكم واحد القضية. أنا هو صاحب قناة الوداد برو، بلا شك يعني غبت يعني تماما من هذه القناة ودرت قناة أخرى لأن السبب كان واضحا جدا، وهو عدم التفاعل في هذه القناة وعدم إظهار. حتى اليوتيوب لم يعد يظهر يعني قناتي في أول بحث أو في الاقتراحات. يعني الكثير الآن لم يشاهدوا فيديوهاتي يعني منذ تقريبا شهر ونصف. فهذه القناة فهي جديدة إن شاء الله، فأنا يعني سأتواصل معكم دائما، فما عليكم غير تتبعوا الفيديو يعني حتى الأخير، وديما ديروا لايك، واحد جيم يعني واحد تعليق محفز، وفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بكل جديد. اخواني الكرام، بغيتكم تشجعوا هذه القناه حتى المشاهده ديال النجوم المنتخب المغربي، وخصوصا المنتخب المغربي لانه يعني مقبل على كاس افريقيا ان شاء الله. فانا ساكون ان شاء الله يعني موجود دائما في الاخبار خاصه عن الوداد الرياضي او تحليلات الوداد الرياضي والنجوم المنتخب المغربي وتحليلات المنتخب المغربي يعني في المواجهه ان شاء الله في كاس افريقيا. كنتمنى ان شاء الله دائما دعموا هذه القناه، فاحنا يعني كنبغي الوداد يعني حبا يعني هو من يعني القلب يعني، ولكني ما كنلقاش يعني التفاعل، كنلقى يعني اكثريه كلام يعني بدون يعني تتكلموا يعني كيحطوا لك يعني شي تعليقات سيئه، وحنا كنديروا واحد المجهود بدون مقابل. فتقريبا هذه ثالث قناه وداديه ما كنتوفقش فيها، وكنتمنى ان شاء الله هذه ان شاء الله تكون ان شاء الله في القريب ان شاء الله تفوق ان شاء الله هذه القناه ان شاء الله، وتجيب مشتركين جداد وتدعمونا ان شاء الله، لان الاخرى يعني 8000 مشترك يعني حوالي مده ديال 2 يعني وقفت، ما كاين لا مشتركين لا والو. دابا ان شاء الله غادي نبينوا بان الوداد كبيره، وحتى الوداديين اللي يتبعوا المنتخب المغربي وجديد المنتخب المغربي. وسمحوا لنا يعني لا طولنا عليكم في هذا الفيديو، يلا نشوفكم في القريب العاجل، يلا مع السلامه.